السلام عليكم. النهارده الفيديو بتاعنا عايزه اطمنكم على الزقزوقه، وكمان اطمنكم على عمليه وتشوفوا نسبه نجاح العمليه وتقيموني وتشوفوا هتدوني كام 100%. ولو كنت دكتوره بطريه كنت اعرف اعملها بالشطاره دي ولا لا. اوكي، يلا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه هنعملها ان احنا بنقدم الوجبه للسلحفه بتاعتنا. اوكي، وجبه تكون متنوعه، لان التنويع في الاكل زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بيديها الفيتامينات اللي ناقصه في جسمها، خصوصا الجزر فيه فيتامين ايه، وفيتامين ايه بيساعد جدا في علاج السلحفه وبيقوي جهاز المناعه عندها، بيبقى مهم جدا جدا ليها. بس زقزوقه طبعا مش عايزه تقف ولا عايزه تتصور ولا عايزه اطمنكم عليها. ليه بس كده يا زقزوقه؟ المفروض تطمني حبايبك عليكي. اوكي، اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهوريكم كده الجرح. بصوا وشها، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله رب العالمين. انا كنت فاكره بصراحه ان الموضوع هياخد وقت اكبر من كده، بس الفضل لرب العالمين والدعوات حضراتكم وان هي خفت. استنوا كده اما اجيب اعواد القطن دي اوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجرح خف ازاي. ايوه اوريهم بقى يا زقزوقه. بصوا بسم الله ما شاء الله. فاول حاجه بقى بنعملها، عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو، ان احنا بنقدم للسلحفه الوجبه، لان احنا لو حطينا لها المرهم الخراج الاذن بيبقى قريب جدا من الفم، شايفين؟ فممكن مع حركه دخول وخروج راس السلحفه المرهم يجي عند بقها ويجي في الاكل بعد كده، فاحنا مش عايزين كده. فاحنا بنعمل ايه؟ بنقدم لها الاكل الاول وبنخليها تاكل وجبه مشبعه، وبنطمن ان هي اكلت وجبه كويسه. هي الاول ممكن تكون شهيتها قليله عشان كان عندها الالم وكده اللي في خدها، يعني مكان الخراج ومكان العمليه. بس الحمد لله رب العالمين هي بتاكل كويس جدا وبتمشي كويس وبقت طبيعيه 100%. طيب هنعمل ايه تاني يا طنط نينا؟ طبعا انا وريتكم التطهير ازاي، فهوريكم تاني انا تاني يوم بغير لها على الجرح ازاي. اوكي خليكم معايا. هنحتاج ايه على السريع كده؟ هنحتاج فنجان ميه، في فنجان في معلقه ميه. اوكي، ومعلقه بتادين. طب معلقه البتادين دي لما السلحفه بيحصل عندها اي جرح بنعمل نفس الحكايه كده. يعني مثلا ضفر السلحفه اتكسر، مثلا حصل لها شرخ في الصدفه، حصل حاجه جرح في رجليها، حاجات من دي، بنجيب معلقه بتادين على معلقه ميه من الفلتر تكون معقمه، وبعدين بنقلبها كويس مع الميه عشان نخفف البتادين، عشان طبعا ما يكونش مركز ويأذي السلحفة. تمام. بعد كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا هنا هجيب اعواد القطن وهبتدي اطهر مكان الجرح كده. طبعا لازم كل يوم اعمل نفس الحكايه دي. انا بعد ما باكل السلحفه وبطمئن ان هي اكلت، ببتدي اعمل ايه بقى؟ باجي بقى بالليل اخر النهار اكون هي خلاص كلت ومشيت وعملت يعني خلاص وهتنام، فباجي بقى بطهر لها برضو الصدفة تاني، لان تطهير الصدفة مع تطهير المكان اللي السلحفة متواجدة فيه ده عليه نسبة كبيرة جدا جدا من الشفاء، لان طبعا بنضمن ان الجرح ما يحصلوش اي تلوث، ما يتلوثش خالص، وان الصدفة تكون نظيفة كده. هنجيب برضو قطعة نبتدي سوري اهم حاجة بقى نيجي هنا نطهر ايدين السلحفة كويس، عشان طبعا ايديها قريبة جدا من الجرح مع الاحتكاك والحركة، مع الاحتكاك والحركة ايديها هتيجي على الجرح، فاحنا مش عايزين كده. برضو نطهر رجليها والبطن السلحفة كده. تمام. بعد ما نخلص التطهير هنيجي بالمرهم. بس هي زقزوقه مش راضيه خالص، هي فاكراني هعمل لها عمليه تاني يا جماعه. لا والله يا زوزو، انت الحمد لله رب العالمين ربنا بيحبك وخفيتي وبقيتي زي الفل. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا بقى هنا، بصوا مكان الجرح مفيش، بصوا هنا الاتنين بقوا زي بعض. بصوا مفيش ورم ولا حاجه. دي مكان البتادين، اللون ده مكان البتادين. بصوا الجرح لما اهو
اللهم لك الف حمد والف شكر. شايفين مش مفتوح اهو. فانا برضو اقول لها يا زوزة خليكي شطورة ونكمل على خير. هنيجي نعمل كده بسم الله حته صغنطوطه، شوفوا ايديها اهي، واجي باعواد القطن اهي كده افرد المرهم كويس جدا. تمام. بصوا بسم الله ما شاء الله، لو في حاجه جت عند بقها ببتدي ابعدها كده بالقطعه النظيفه واسيبها بقى تنشف لغايه ما احس ان المرهم خلاص اخد السلحفه ابتدى يتشربوا. هروح جايبها ايه حطها في البيت بتاعها. اوكي. طبعا احنا مش هننسى الكالسيوم بتاع السلحفه. هنيجي كده عشان في ناس كتير بيقولوا لي احنا مش بنعرف نستخدمه لان القشره دي جامده، فاحنا هنجيب المعلقه ونعمل كده. بصوا شايفين سهله خالص، بظهر المعلقه ونعمل كده وننزل رشه خفيفه كده على الاكل ونقلبه كويس عشان ده برضو هيساعد في الشفاء بتاع زقزوقه. الموضوع سهل وبسيط، ممكن نحط لها كده قطعه عايزه تاكل منها تاكل، حتى عشان يحرك الفم بتاعها والفك بتاعها يتحرك بسهوله وما يتعبهاش، يعني زي تمارين كده. اوكي. هنبتدي بقى نقدم لها الوجبه بتاعتها. هنحطها بقى في الكرتونه النظيفه، ولازم الفرشه تكون نظيفه وبعيده عن التراب. ما ينفعش خالص ان احنا نحطها في تراب عشان الجرح ما يتلوث ويقفل على نظافه. ونحط لها تنويع الاكل اهي، ابتدت بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله تاكل. تنويع الاكل مهم جدا، وطبعا برضو هنعرضها للشمس، ما ننساش موضوع الشمس ده. وطيب بالنسبه لفتره العلاج يا طنط نانا هي اخذت قد ايه؟ والله على حسب جرح كل سلحفه. في سلحفه بتقعد اسابيع، اما انا بسم الله ما شاء الله على اسبوع كان الجرح لم وكان زي الفل زي ما وريت حضراتكم كده، لاني انا كنت ماشيه صح وكنت بهتم بالنظافه والتعقيم كويس. المرهم المفروض انه يدهن مره واحده يوميا لمده 6 ايام او 7 ايام على حسب الجرح. بس انا بصراحه اول يومين كنت بدهنه مرتين كل 12 ساعه عشان اضمن ان الجرح يلم بسرعه يعني وما يتلوث. بعد كده لما حسيت ان خدها ابتدى يلم وينشف، ابتديت احط لها مره واحده بس في اليوم. وزي ما قلت لحضراتكم النظافه مهمه جدا جدا جدا، مع تنويع الاكل مع التشميس مع العلاج الصح هنضمن ان السلحفه تكون كويسه. انا في سلاحف بتقعد فتره طويله، وفي سلاحف لا قدر الله بتحتاج كمان خياطه في الخد بتاعها لو الجرح عميق. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم.